اللغة العربية لغة بتلعن النفس وبتأرف. أنا بعمري ما شفت أم عربية تزعل من ولدها ليش يسولف عربي، أو تزعل من أستاذ العربي ليش يطلب منه إنه يسولف عربي. وليرحم جدك يوم كان يولع أصابعه عشان يشم ريحة اللحمة. اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الأصالة، وبعضنا يفكر إنه التطور والتثقف بالبعد عن التعليم الإسلامية والبعد عن الأصالة العربية. مع العلم انه الانسان ما في مشكلة انه يتطور او يتثقف، لكن في حدود. اول شيء تعاليمنا الاسلامية، ثانيا اصالتنا العربية. الاردن بلد عربي مسلم ولغتنا الام هي اللغة العربية، وما نسمح لاي احد انه يتطاول على المدرسين او المعلمين. واستاذ اللغة العربية بالعكس ما هو مقرف مثل ما وصفته، هو انسان غانم ولحية غانمة. الاساءة للغة العربية هو تطاول على تعاليمنا الاسلامية، والاساءة للغة العربية هو تطاول على الهوية الثقافية والعربية الاصيلة. انت اذا احد قال لك اللغة العربية بتأرف، وش تسوي؟